السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. بصوا يا جماعة، المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن المعجزة اللي بتحصل كل مرة بنصلي فيها على النبي. اتكلمنا كمان ازاي الفرج ممكن يجي من غير ما نطلب. المرة دي بقى أنا عايزة أخدكم لحتة تانية خالص، عايزة أكلمكم عن حلاوة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مش عن فضلها، لا، عن الإحساس بيها، عن الطعم اللي بتحسه لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بس تذكره بصدق، عن الراحة اللي بتسكن قلبك فجأة وانت بتقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بصي يا أختي، مش لازم تكوني قاعدة في مسجد ولا بتصلي قيام ولا قاعدة على سجادة صلاة علشان تحسي بالموضوع ده. لا، الحلاوة دي ممكن تيجي كده وانت ماشية، وانت بتطبخي، وانت قاعدة في المواصلات، وانت في وسط زحمة، تلاقي فجأة كده قلبك قالها من غير ما تفكري. يعني تحسي كده بحرارة بسيطة دخلت قلبك، في نور بينور جواكي، كأن نفسك كده اتفتحت فجأة، كأن في سلام نزل عليكي من السماء. هو ده بقى معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني كل ما تقولي اسمه في لحظة واحدة السماء كلها بتتحرك، الملائكة بترد، الرحمة بتنزل، الأنوار بتنتشر. بس علشان تحسي بالحلاوة دي لازم تكوني بتقوليها بحب، مش بسرعة كده وتعدي وخلاص. قوليها كأنك بتسلمي عليه بنفسك، تقولي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. على فكرة النبي اللي اشتاق انه يشوفك ودعالك من 1400 سنة وانت لسه اصلا ما اتخلقتيش، النبي اللي هيقول امتي امتي. كل مرة بتصلي فيها عليه انت بتردي الجميل، بتقولي له انا هنا يا رسول الله، انا بحبك وبصلي عليك. في ناس تقول انا بصلي على النبي بس مش بحس بحاجة. اقول لك عارفة ليه؟ لانك مستعجلة، لسه قلبك مش فاضي. خليه يفضى كده شوية وقوليها بهدوء، حسي بكل كلمة فيها، قوليها كأنك بتتكلمي معاه، كأنك قدامه بتسلمي عليه بدموع كده في عينيكي. وكل مرة تكرريها هتحسي سبحان الله ان روحك بتتغير شوية بشوية، بتخف، بتهدى، بتتشبع كده بحب غريب كده، حب نقي مفهوش مصلحة ولا طلب، حب لله وفي الله. عارفة الإحساس لما تقوليها وانت حزينة؟ كأن النبي سبحان الله عليه الصلاة والسلام بيطبطب عليكي، كأن بيقولك ما تخافيش، ربك قريب قوي. لما تقوليها وانت فرحانة تحسي كأنه بيشارك فرحتك معاكي، كأن السماء كلها مفتوحة ومنورة ليكي. كل حال وليه صلاة على النبي تخصه، بس النتيجة بتبقى في الآخر واحدة، هي الراحة. السر بقى الحقيقي في الصلاة على النبي مش في عدده، مش في عدد ان انت كل شوية تقوليها، لا، السر في حضور القلب، ان كل مرة تقوليها تكوني موجودة في اللحظة دي. الدنيا كلها تحسيها بتهدى كده من حواليكي، مفيش صوت غير اسمه الشريف بيملى الجو اللي انت عايشة فيه. ساعتها بقى تحسي انك مش لوحدك، وان في نور بيمشي معاكي، نور بيبدد الضلمة، نور بيبدل الخوف لأمان، نور بيملى القلب بالحب. انا نفسي كل واحد فينا ياخد القرار النهاردة انه يعيش بحب الصلاة على النبي، مش يقولها وخلاص، لا، يعيش بيها. يعني يصحى بيها وينام بيها ويتكلم بيها ويكتب بيها ويبدأ كل حاجة بيها. هيجي يوم بقى هتلاقي نفسك بتقوليها وانت من غير وعي، دموعك نازلة، قلبك بيحمد ربنا انه عرف الطريق الصح، الطريق اللي يودي للنور، الطريق اللي بيوصل للسكينة، الطريق اللي بيوصل للحبيب عليه الصلاة والسلام. في الاخر يا جماعة ما تنسوش ان وانتوا فرحانين لازم تصلوا على النبي. انا في كده قصة بسيطة حصلت لي من كام يوم. ان انا كنت في الشغل وحصل لي يعني شوية ظلم كده فصراحة انا قعدت كده مع نفسي وقعدت اقول اللهم اني مغلوب فانتصر، وقعدت اصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قعدت اصلي عليه بحب كده، وكأني يعني بتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحب النبي. فقعدت اصلي على النبي وفجأة كده بصيت لقيت المشكلة اتحلت بمكالمة تليفون. يعني انا ما كنتش فعلا متخيلة ان المشكلة تتحل بالسهولة دي، بالعكس انا كنت معقدها جدا وقلت دي مش هتتحل ويلا بقى الحمد لله ان هي جت على قد كده وانا خسرت شغلي بمجرد ما صليت على سيدك وحبيبك النبي، والله ده حصل معايا بالفعل، ولسه من يومين بالظبط. بمجرد ما قعدت اصلي على النبي عليه الصلاة والسلام المشكلة اتحلت بمكالمة تليفون يا جماعة، في 5 دقايق، وكل حاجة رجعت زي الأول ويمكن أفضل كمان.
فما تنسوش دايما في الآخر خلينا كده نختم بدعاء بسيط من القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا رب ارزقنا لذة الصلاة عليه في كل لحظة. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبه، ونفوسنا مطمئنة بذكره، وعيوننا لا تبكي إلا شوقا له. اللهم اجعل الصلاة عليه مفتاحا لكل خير، وستر من كل عيب يا رب، ونور لكل ضلمة، وفرج لكل هم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شكرا جدا على حسن استماعكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنساش تدوس لايك واشتراك لزيادة الأجر وعلشان يعم الخير. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.